السؤال الذي حار الملايين: ليه الإنسان لما بيتكسر بيبقى وجعه وجع صعب قوي؟ يعني ليه وجع الكسر صعب قوي للدرجة دي محدش يقدر يستحمله؟ لأن بيحصل 3 حاجات. أول حاجة، ده شكل النيرفس سيستم بتاعك أو شكل الأعصاب بتاعتك المتوصلة على الأطراف. لما عظمة من العظام بتتكسر بتبدأ يا تقطع في الأعصاب يا إما تضغط عليها، وده بيوصل إشارات لعقلك بإنه هنا في ألم طبيعي. تاني سبب، جوه العظام نفسها زي ما اتفقنا في الفيديو ده إن موجود جواها على حاجة اسمها البريوستيوم في نيرفات في أعصاب، والأعصاب دي برضو موجودة جوه، وبالتالي لما يحصل كسر أو شرخ في العظام برضو بيحصل فيها قطع. تالت سبب، في الاستجابة بتاعة جسمك بيبدأ يحصل حاجة اسمها vesicular response اللي بيحصل فيها bleeding، في الآخر بيظهر عندي بشكل هيماتوما. المهم لما الهيماتوما دي بتحصل ويحصل معاها انتفاخ وما إلى ذلك، يبدأ يضغط على الأعصاب برضو. طيب ايه تاني؟ السبب تالت، ولما يحصل الكسر ده تبدأ تطلع حاجة اسمها سايتوكاينز. السايتوكاينز دي تطلع تروح للمخ تقول له الحق ده هناك في مشكلة، في المنطقة الفلانية في مشكلة. يبدأ المخ يطلع استجابة ورا التانية، علامة ورا التانية، علشان يبدأ جسمك يحس. انت تبدأ تحس بالألم، فانت بتحس بالألم أضعاف مضاعفة، لأنه مش بسبب واحد، انت بتضغط على أعصاب كتير قوي، بيطلع حاجة اسمها السيتوكاينز اللي دي كيميكال ميدياتورز، وكمان بيحصل هيماتوما وانتفاخ، فهو ألم مضاعف مثلا 3-4 مرات. عشان كده الألم صعب قوي. سلام.